أنا بسنت، طالبة في كلية الآداب وعايشة في قرية في صعيد مصر. والدي كان عمدة البلد، وطبعا عارفين يعني ايه عمدة بلد، يعني بيتعمله ألف حساب من كل حد في بلدنا. ماما كانت ربة منزل، وليا أخت أصغر مني. مشكلتي ابتدت من وأنا في ثانوي، تحديدا وأنا في تانية ثانوي. كانت المدرسة اللي بروحها كانت في مركز قريب مننا. كان بابا ساعات هو اللي بيوصلني أو يبعت حد هو اللي يوصلني. أغلب الدروس اللي كنت باخدها كانت في مركز بلدنا. كان في ولد دايما ملاحظة ان هو معايا في كل الدروس تقريبا اللي انا باخدها. الولد ده كان بيحاول يقرب مني بأي طريقة، يعني من الآخر كده عايز يلفت انتباهي. يعني في مرة كنا بنصور ورق وهو كان حاول يدفعلي، وأصر أصلا ان هو يدفعلي، وانا طبعا رفضت وقلتله ما ينفعش الكلام ده. مرة تانية كنت غايبة حصة من الحصص، ولقيته جايبلي ورق وبيقولي خدي الورق ده بتاع الحصة اللي انتي غبتيها، وانا طبعا رفضت. واوقات بصراحة كنت عادي بقبل وبقول ان احنا زمايل ومن بلد واحدة. وبعدين مرة مع مرة عرفت اسمه، وبقينا نتكلم مع بعض كلام عادي، يعني نتكلم في الدروس، وانتي عاملة ايه في الدروس وعاملة ايه في المذاكرة بس. هو كان معجب دايما بوالدي، ودايما بيحكيلي عليه وازاي هو بيعرف يتصرف بحكمة في مشاكل البلد اللي بتحصل، وازاي بيقدر يحل المشاكل ويساعد الناس. هو بابا من طبعه ما بيحبش يحكي التفاصيل او يحكي لنا في البيت عن اللي بيحصل في شغله. فهو الولد ده بالمناسبة صحيح هو اسمه احمد. هو قال لي انا شفت والدك قبل كده في قضية قتل، كان بيتصرف كأنه سوبرمان. هو قال لي كده. الناس حواليهم كان صوتهم عالي وبيتخانقوا، وهو بعت اتنين من الغفر بتوعه ضربوا نار مجرد ما حصل كده، والناس كلها بقت واقفة على رجل واحدة. فهو بيقولي ازاي الناس بتحترم بابا، وازاي كان عنده هيبة. انا بصراحة الكلام ده كان بيعجبني قوي. اما كنت بسمع الكلام ده كنت ببقى مبسوطة قوي، وبقول بيني وبين نفسي هل ده بابا اللي في البيت؟ بابا مع احترامي ليه ما كانش حنين خالص، وكانت كل حياته شغل، وازاي يحل مشاكل الناس وازاي يتعامل مع الناس. لكن احنا بالنسبة له ما كناش حاجة مهمة. طريقة كلامه على بابا خلتني ابص لبابا بنظرة تانية خالص. بصراحة حاولت اقرب منه واقول بيني وبين نفسي هو اكيد حنين وكل حاجة، بس يمكن الظروف هي اللي مخليها بعيد عننا، شغله مشاكله مشاغله. بس هو كان ممكن يبقى حن من كده، كان ممكن ياخدنا في حضنه. بابا عمره ما خدني في حضنه ابدا. حتى ماما علاقتي بيها عادية جدا، مش اللي هي علاقة ام ببنتها وتكون قريبة مني ومثلا تحكي معايا وانا احكي معاها واقول لها اسراري. لا، ما كانتش عارفة عني حاجات كتير. كل اللي كنت عايزاه منها بس ان هي تاخدني في حضنها. احمد قرب مني اكتر من الاول، وكنت دايما بكلمه على الواتس. احنا ساكنين في بيت كبير قوي، يعني كنت بكلمه دايما براحتي، محدش كان بياخد باله انا بكلم مين ولا بعمل ايه. يعني انا عندي اختي اصغر مني ب3 سنين، كان كل واحد فينا له اوضه، فكنت واخده راحتي دايما في الكلام معاه. حتى ماما ما كانتش بتيجي تخبط على الباب وتقولي يا بنتي انتي محتاجه حاجه ولا تتكلم معايا. ولو جينا ناكل مثلا تبعتلي اختي الصغيره عشان تقولي تعالي ناكل. كنت انا اللي بجري ورا ماما واشوفها فين وادور عليها، لاني زي اي بنت محتاجه حنان ماما. ومرت الايام وانا بكلم احمد زي ما احنا خلصنا تانية ثانوي وتالتة ثانوي. انا جبت يعني مجموع قليل شويه ودخلت اداب، هو جاب مجموع عالي ودخل هندسه. انا الكليه بتاعتي كانت في الجامعه، وهو كليه هندسه اللي هو كان فيها كانت برا الجامعه، كانت بعيده عن الكليه بتاعتي. هو كان دايما يسأل عليا، وتقريبا كده كان كل يوم بيجيلي الكليه عندي، يخلص محاضراته ويجيلي، او حتى بين المحاضرات او بين السكاشن. هو بصراحه انا ببقى مبسوطه قوي وانا بتكلم معاه، وما بيجيلي وبيهتم بيا وبيسأل عليا وبيقولي انتي محتاجه حاجه. اوقات بحس ان ده غلط ان انا بتكلم مع حد من ورا بابا وماما، واوقات بحس ان انا مبسوطه بلاقي حد بيهتم بيا. اوقات هو ماشي معايا مثلا في الجامعه او بنتمشى انا وهو، ممكن يمسك ايدي. يعني انا في الاول بصراحه كنت بقوله لا ما ينفعش، وكنت بشد ايدي مثلا منه. بس بعدين حسيت اني محتاجه حب، محتاجه حد يسأل عليا ويهتم بيا ويديني حنان اللي انا محرومه منه، سواء في الكلام او الاهتمام بيا. السؤال عليا الصبح انتي صحيتي امتى، لسه نايمة.
يعني الكلام ده كله انا وهو رسمنا حياتنا كلها مع بعض. تقريبا كده اتفقنا مع بعض وقلنا هنتجوز فين، هنعمل ايه بعد ما هنتجوز. اتفقنا ان احنا هنسافر مع بعض بعد ما نتجوز، بالتحديد حتى قلنا ان احنا نسافر الامارات، لان اخوه هناك مهندس اكبر منه ومتجوز وقاعد في الامارات. حلمنا مع بعض احلام جميلة، بس هو كان دايما يقولي ان هو خايف ان ابوه ما يوافقش عليه لو جيت اقدم لي، لان هو مستواه اقل مننا. بس انا كنت بقوله لا عادي، بابا هيوافق عليك، انت طموح ومهندس وشاطر وناجح، والفقر مش عيب. احنا خططنا ورسمنا حياتنا مع بعض، ده حتى احنا كنا مختارين اسماء اولادنا، وبيتنا اللي هنسكن فيه شكله عامل ازاي، كل حاجة كل حاجة تقريبا كده احنا كنا زي ما يكون عايشين افتراضيا مع بعض. مش عارفة ده صح ولا غلط، بس فعلا ده هو اللي حصل. في مرة من المرات كنت بخلص جامعة بدري، وهو جه كلمني في التليفون وقال لي تعالي نتمشى مع بعض واعزمك بره. كنت متوقعة ان هو هيوديني مثلا نادي، هيعزمني في مطعم. ركبنا تاكسي وبعدين وقف في مكان معين، قال لي تعالي نقعد مع بعض وكده ونتكلم. انا بصراحة اتخضيت، قلت له ازاي نطلع، ازاي هقعد معاك لوحدنا، ازاي فهمني. قال لي انا عايز اقعد معاكي بعيد عن الناس ونقعد براحتنا ونتكلم في حاجات مهمة وكده. احنا كنا اشترينا اكل فعلا زي ما هو قال لي كنت عازمك على الغدا، وقال لي تعالي نقعد مع بعض وناكل ونتكلم براحتنا وكده. المهم بعد كلام كتير هو اقنعني ان انا اطلع فوق معاه ونقعد مع بعض. هي الشقة دي كانت شقة اخوه اللي هو في الامارات. ففي اخر المطاف طلعنا فوق، وحصل اللي حصل وياريتنا ما طلعنا. كنت مرعوبة، كنت حاسة ان انا بحلم. لا مش بحلم، ده انا كنت في كابوس، كابوس كبير قوي وصعب فوقت منه. انا جريت ومشيت وما حسيتش بنفسي، ما حسيتش انا فين ولا ايه اللي حصل اصلا. هو طبعا بعديها حاول يكلمني كتير جدا، وانا قعدت يومين مرضتش اكلمه. وفي الاخر بعد ما كلمته قعد يكلمني ويقول لي انا ما اعرفش حصل ازاي الموضوع ده. انا فضلت منهارة وتعبانة نفسيا، ما كنتش قادرة اخرج ولا ابص للناس، ولا رحت جامعة ولا رحت اي مكان. ده ماما واختي كانوا دايما حاسين ان عندي مشكلة، مالها دي ليه مش بتطلع مش بتخرج، حتى مش بتاكل كويس. دايما بتحجج واقولهم ان انا تعبانة شوية. فضل يكلمني ويقولي ان انا عارف ان اللي احنا عملناه ده كله غلط. طبعا بعد ما انفجرت فيه وعاتبته كتير جدا، قلت له انت ازاي تعمل حاجة زي كده، ازاي تعمل فيا كده بعد ما امنتلك. هو الحقيقة ما حاولش يغلطني خالص او يطلعني حتى وحشة، مع اني عارفة ومتأكدة اني زيه واني غلطت غلط كبير وما ابرئ نفسي. لكن هو جاب الغلط كله على نفسه، وبصراحة هو كان شاطر في الاقناع. قال لي ان هو متحمل المسؤولية وهو الراجل، وهو فعلا حسيت ان انا ما غلطتش خالص، هو اللي شايل كل حاجة. بصراحة ده ريحني نفسيا. دايما كلامه ده كان بيحسسني ان هو راجل يعتمد عليه وقد المسؤولية، وقد ايه هو بيحبني وبيخاف عليا. الكلام ده كان في اخر سنة في الكلية عندي، قبل الامتحانات تقريبا باسبوعين. هو قال لي ان احنا نخلص امتحانات وهو هيروح يتقدم لي ويكلم بابا. انا كنت خايفة جدا ان بابا ما يوافقش عليه، لان مستواه اقل مننا. انا من ساعة ما الموضوع ده حصل وانا خايفة ومرعوبة. كنت تقريبا كل يوم اخد برشامتين من حبوب منع الحمل، وساعات بالتلاتة، لاني خايفة ساعتها ان انا احمل وكل اللي حواليا يشكوا. كنت اروح اكشف عند كذا حد عشان اتاكد اني مش حامل، كنت طبعا بقول لهم اني متجوزة. بعدين خلصنا امتحانات، وربنا وحده اللي كان عالم بيا الامتحانات دي عدت عليا ازاي. مع ذلك ذاكرت وتعبت. المهم بعد ما خلصنا امتحانات قال لي ما هي دي الطريق اني اكلم باباكي عشان اجي اتقدم لك. انا بصراحة كنت خايفة اكلم بابا، هيقول لي انتي عرفتيه منين وازاي واحنا في قرية ومفيش الكلام ده. كنت خايفة اشك في حاجة، كنت عايزة الموضوع بس يجي من ناحيته هو. ما كانتش في حاجة بتيجي في بالي خالص غير ان بابا لو عرف حاجة زي كده هيعمل فيها ايه. انا بكلمكوا كده مكسوفة من نفسي قوي. انا خايفة من بابا ومن الناس اللي حواليا وكل حاجة. انا في التوقيت ده كنت متدمرة. المهم انا على طول كنت بطلع دايما الاولى على دفعتي، ودايما اجيب امتياز ومجتهدة وشاطرة، وكل حواليا دايما كانوا بينادوني بيا دكتورة، سواء المعيدين او الدكاترة او الطلاب زمايلي.
كنت بحاول دايما ابقى مجتهدة وارتب على دفعتي عشان اعوض التقصير اللي حصل مني في ثانوي او اني جبت مجموع قليل. المصيبة اللي حصلت لي دي طبعا كانت قبل الامتحانات على طول، وربنا اللي كان عالم بيا النار اللي كنت فيها، بس مع ذلك تعبت وذاكرت والحمد لله نجحت. بصراحة احمد كان له دور كبير جدا في نجاحي في الكلية، كان دايما بيشجعني وبيخليني اذاكر لحد ما وصلت للمرحلة اللي انا فيها دي دلوقتي. المهم بعد ما خلصنا الامتحانات والنتيجة ظهرت، حاولت امهد الموضوع لماما. انا تقريبا خدت كل حبوب الشجاعة اللي في الدنيا دي كلها علشان اعرف اكلمها. انا واحمد طبعا اتفقنا ان هو يجي يتقدم لي، بس هو حسيت ان هو رامي الكرة كلها في ملعبي، يعني ما كانش متحمس زي الاول ان هو يجي يتقدم لي. حتى لو جيت كلمته في التليفون ممكن يقعد باليومين والتلاتة ما يردش عليا، يعني حسيت ان هو غير الاول خالص وتقيل عليا جدا. فمرة كلمته وقلت له لازم نقعد مع بعض بره، فقال لي تمام، وخرجنا وكده وقعدنا مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير، وقلت له ما ينفعش، لازم تيجي تتقدم لي بسرعة في اقرب وقت. انا كنت خايفة، ناس كتير بتتقدم لي وخلاص في اخر سنة وخلصتها ونجحت ورتبت على دفعتي زي كل سنة وخلاص هبقى معيدة هتعين. ايه السبب اللي يخليني ارفض واحد متقدم لي ظروفه كويسة، وخصوصا ان انا بنت عمدة؟ هو والد احمد ما كانش موافق ان هو يجي يتقدم لي، كان دايما يقوله ان باباه هيرفضك وهيرفضنا. انا قلت له كلمه واقنعه انكم تيجوا تتقدموا لي. قلت له خلاص لازم تحكي لباباك على اللي حصل ما بيننا، وفعلا هو راح وعمل كده وكلم باباه. وبابا قال له في الاول انت ازاي هتتجوز واحدة زي كده، غلطت معاها. وبعد كلام كتير انا خلاص قررت ان اروح اكلم ماما، ومش هكلمها بس في الموضوع، لا، احكي لها على كل اللي حصل بالظبط، لاني عارفه ومتاكده لو انا ما حكيت لهاش وقلت لها الحقيقه هما هيرفضوه. من اول ما قلت لماما انتي عايزه تتجوزي واحد زي ده مش من مستوانا، ده مش زينا. المهم قلت لها وبابا عرف، وكانت مصيبه سودة عليا. بدل ما ابقى مبسوطه وفرحانه عشان جبت امتياز وطلعت الاولى وهبقى معيده، خلاص عشت اسوأ ايام حياتي. انا عارفه اني غلطت في حق بيتنا وحق بابا وحق اختي وحق ماما وحق كل اللي حواليا. كلامهم كله كان جبتلنا العار وانتي لازم تتقتلي ولازم تموت، غير طبعا ان هما بيضربوني ويبهدلوني. وماما كانت تعبانه دايما، وبابا يقول لي امتى هنموتك ونخلص منك ومن وشك. انا فكرت في الانتحار كتير قوي، بس اللي كان بيمنعني من ده ان انا عارفه ربنا وبحبه، وعندي وازع ديني والحمد لله بصلي وبقرأ قرآن. فضلت على الحال ده فترة لحد ما بابا بعت لوالده وجابه عشان يكلمه. وعمري ما اتوقع اللي انا سمعته من والد احمد، على عكس ما كان دايما يقولي ان هو خايف ان بابا يرفضه وان هو مستواهم اقل مننا. بالعكس اللي سمعته هو قاعد مع بابا حاجة تانية خالص، كان بيقوله ان بنتك غلطت زي ما يكون ابنه ما عملش اي حاجة. بيقول لبابا ان ابني ما ينفعش يتجوز بنتك، بعد ما غلط معاها ازاي يتجوز واحدة زي دي؟ كل ده بابا عينه في الارض. بابا اللي على طول كنت شايفاه ان هو له هيبة والناس كلها بتخاف منه وبتعمل له حساب، كان على عكس كده خالص، كان في منتهى الذل والقهر، هيقول له ايه ولا يعمل له ايه. وبعدين بعد كلام كتير بابا حاول معاهم ان هو يهددهم ويقول لهم حاجات وكلام، وان هو ازاي هيعرف يتصرف في الموضوع ويجيب حقي. وفي الاخر ولد احمد قال لبابا ان هو موافق ان ابنه يتجوزني، بس بعد ما يتجوزني هيتجوزني لمدة شهر واحد بس وبعد كده يطلقني. كل الكلام ده بيقوله واحمد ساكت ساكت ومش راضي حتى يدافع عني، وبابا عمال يتكلم عليا بطريقة مش كويسة، على عكس ما دايما يقولي لا انا بحبك وانتي بالنسبة لي حاجة كبيرة، ودايما يشكر فيا ويقولي كلام حلو، وانتي احلى بنت شفتها واكتر واحدة مؤدبة. بابا كان بيقولي بابايا ازاي ابني هيثق في واحدة زي دي سلمت نفسها ليه؟ بمنتهى البرود بيقول الكلام ده وابنه ساكت ومش راضي يتكلم. انا بقيت مصدومة وانا بسمع الكلام، مش مصدقة نفسي، ازاي عملت في نفسي كده؟ ازاي وصلت للحال ده ودمرت نفسي ومستقبلي؟ بابا بعد ما سمع الكلام ده مبقاش عارف يعمل ايه،
بنتي هتتطلق بعد شهر، طب الناس هتقول عليا ايه؟ بنت العمدة اتطلقت بعد شهر، طب ازاي؟ طب ليه؟ بعد ما اتفقوا على الكلام ده وان انا هتجوز مدة شهر بس وبعد كده اتطلق. بعدها بمدة حاولت اكلم احمد كتير واتصل عليه وهو مش بيرد عليا، لحد ما في مرة رحت خدت سكينة ورحت لبابا بالليل، قلت يا بابا قتلني موتني، خلصني من اللي انا فيه ده عشان اخلصكوا كمان من العار اللي انا جبتهولكوا. وانا رايحة لبابا ومعايا السكينة سمعت هو وماما عمالين بيتكلموا في الموضوع ده وبيقولوا ان هو لازم يقتلوا احمد، هيموتوه، مفيش حل غير كده، علشان ينتقم منه من ابوه ويخسروا العار اللي هو جابهولنا. وان ازاي يتشرط علينا ويقف قدام بابا ويكلمه بالاسلوب ده، وازاي يقوله ابني مش هيتجوز بنتك اللي غلط معاها. بابا كان بيقول ان الجواز ده بس قدام الناس، لكن بالنسبة لبعدين هيحصل ايه؟ لازم ننتقم منه ونموته. بابا كان عصبي وطبعا اي حد في مكانه كان هيعمل اكتر من كده، بس هو كان يعرف ربنا، كانش بيعمل الغلط ابدا. بابا كان شايف ان دي الطريقة الوحيدة لغسل العار اللي حصل، ان هو يقتله. انا بالنسبة لي كانت دي صدمة عمري، ازاي بابا يقتله؟ بابا يتحبس، وبسبب بابا يتحبس يعني بيتنا وحياتنا اللي كل الناس بتحلف بيها خلاص يتدمروا كده في لحظة، وايه بسببي؟ انا سمعت الكلام ده من هنا وجريت على اوضتي، مبقتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا بقيت عاملة زي المجنونة، يا ربي بعد كل اللي احنا فيه ده، وبعد ما كل الناس كانت بتحبنا وبتحلف بينا وبحياتنا وكنا احسن ناس في البلد واحسن بيت في البلد، يحصل ده وبابا يتحبس والناس كلها تعرف ان هو قتل وموضوع يتكشف واختي مستقبلها يتدمر بسبب مين وبسبب ايه؟ بسببي انا، وبسبب لحظة غفلة، بسبب لحظة واحدة بس غفلت فيها. انا طول عمري انسانة ملتزمة، انا صليت ودعيت ربنا كتير قوي، يا رب خلصني من اللي انا فيه ده، يا تاخدني يا تحل الموضوع ده. او طول ما بدعي ربنا وبعيط عمالة بفكر في الانتحار تاني، الفكرة قدامي مش راضية تخلص، مش راضية تختفي. هو ده الحل الوحيد عشان نخلص كل اللي حواليا مني ومن همي ومن العار اللي انا جبته له ده. لو حتى مت ورحت جهنم مفيش حل غير كده، بدل ما بابا وماما واخواتي يتدمروا. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ وهي دي كانت اول رسالة في اول حلقة من حكايات مريم. انا عايزة اقولك يا بسنت، في الحقيقة انت تعديتي حدود الزمان والمكان، انت كسرتي كل الحدود اللي المفروض ننصح فيها. انت مشكلتك مركبة، انا عارفة انت بعتلنا عشان نشوفلك حل، والإنسان بيبقى صعب عليه قوي إن هو بعد ما يتكلم حد في مشكلة ويبقى عايز منه حل إن هو يقعد يلومه ويأنبه ويعاتبه. احنا دور برنامجنا زي ما هو حل مشكلة حضرتك، دوره برضو يعظم المشكلة زي ما هي مشكلة كبيرة، وهي فعلا مشكلة كبيرة. يا حبيبتي انتي زنيتي، عارفة يعني ايه الزنا؟ يعني من أكبر الكبائر، يعني حاجة تهتز لها عرش الرحمن، يعني ده ذنب عظيم. يعني عايزة أكررها وأقولك إن كتير جدا، وأقولك إن ده ذنب عظيم. احنا بيسمعنا دلوقتي ولاد وبنات وشباب، عايزين نعرفهم يعني ازاي مشكلة زي كده، نعرفهم كمان ان دي مشكلة كبيرة. انا عارفة ان كلامي ده ممكن يبقى قاسي شوية، بس ما ينفعش نطبطب ونفضل نقول لا معلش ولا ويا حبيبتي والموضوع بسيط، لا ما ينفعش الكلام ده، لان اللي بيسمعنا دلوقتي لازم يعرف يعني ايه حاجة زي كده، وياخدوا بالهم قبل ما يتصرفوا او يفكروا ويعملوا زي اللي انت عملتيه ده. احنا قعدنا مع بعض ومع فريق البرنامج عشان نشوف حل المشكلة دي، اولا عشان يرضيكي، ثانيا عشان كل اللي بيسمعنا برضو يبقوا مقتنعين بحاجة زي كده، ياخدوا بالهم مليون مرة قبل ما يتصرفوا او يعملوا اي حاجة تغضب ربنا او ممكن توديهم في طريق مش كويس وتوديهم للهلاك. وارد شباب كتير جدا يكونوا واعيين في نفس مشكلتك ومش عارفين يتصرفوا ازاي. يا جماعة المشكلة دي احنا بنشوفها كل يوم تقريبا كده، يعني بتتكرر كتير قوي في حياتنا، سواء بقى من البنات او الولاد، مع اختلاف طبعا تفاصيل القصة والأحداث. المشكلة دي متكررة بشكل كبير في مجتمعنا للأسف. كل حاجة عايزة أقولك انتي زنيتي، يعني دي مشكلة مركبة مش سهلة، وده أصعب شيء في المشكلة نفسها.
يعني مثلا بنشوف شباب واحد بيحب واحدة وبيضحك عليها، أو زي ما انتوا بتقولوا بقى ان هو بيحبها، بيبقى بيهددها بصور أو بيبتزها بصور، سواء بقى الصور دي مفبركة أو فعلا هي بعتت له الصور دي، أو واحد تاني أصلا ما يعرفش واحدة وأيا كانت اللي حصل، أو واحد تاني يعني بيحاول يبتز واحدة بصور وهو أصلا ما يعرفهاش اللي هي تعرفه. دي المشاكل والحاجات اللي احنا بنشوفها. يعني أنا شايفة من البداية إنكوا أسرة محترمة وملتزمة من كلامك، وانتي كمان يعني باين عليكي يعني في حالك وملكيش دعوة بحاجة. حتى يعني كنتي بتكلمينا في الأول وبتقولي إن هو حاول يعني بطرق كتير أوي إن هو يكلمك ويقرب منك، وانتي كنتي بتمنعيه من كده. فده يدل إنكوا يعني من بيت محترم وانتوا أسرة يعني كويسة ومتدينة. فاللي انتي عملتيه ده يا حبيبتي يعني يعني غير اللي انتي بتقولي انك ممكن تنتحري او الكلام ده، باباكي نفسه ممكن قبل ما تنتحري يحصل له حاجة، يعمل في نفسه حاجة او من كتر الزعل يتعب. والدتك كمان، ده بالنسبة ليكي، لكن عند ربنا الموضوع مش سهل. الزنا دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا، فاحشة من الفواحش. يعني انا عايزاكي تتوبي وتستغفري وترجعي لربنا وتقربي منه، وتفضلي تصلي زي ما انتي بتصلي وملتزمة زي ما انتي، وتستغفري ربنا وتشيلي فكرة الانتحار ديات من دماغك. مش هتعملك حاجة بعد ما تنتحري. ايه اللي هيحصل؟ ده بالعكس كل الناس هتبقى عارفة القصة، وباباكي كده هيحصل له حاجة ومامتك واختك وكل اللي حواليك هيتدمروا. بالعكس الحكاية مش هتكون خلصت ابدا، وهتكوني كمان غضبتي ربنا في المرة الاولانية انك فكرتي انك تزني. دي اول مرة، حاجة كبيرة مش سهلة. تاني مرة انك تنتحري، يعني الاتنين اصعب حاجة ممكن حد يعمله. عايزة اقول لكل بنت بتسمعنا، ابعدي النار عن البنزين. معروفة اول كلمة من اي ولد، حنين ولطيف ومعاملته حلوة بيهتم بيكي وانا لا، وانا مش انا فاقدة الحنان ده وبدور عليه مع اي حد. زي ما بسنت كان بتقول، لا هو قدم لي الحنان والحب اللي انا محرومة منهم في البيت عندنا. انتي كنتي بتقاومي في الاول، لكن بعد كده عملت ايه؟ انتي في قرارة نفسك حابة كده. في الاول كنتي رافضة، لكن لا، حبيتي الموضوع نفسه، بقيتي مبسوطة، لقيتي حد بيهتم بيكي وبيسأل عليكي. ومهما كان برضو احنا بشر، هقولك ايه، للأسف ضعفتي مع الحب والحنان اللي شفتيهم منه. انتي يا بسنت حبيتي ان هو راجل وجدع، وبرغم ان هو مستواه قليل حاول يعني بكل الطرق ان هو يحاول يساعدك ويعزمك ويجيبلك ويعملك ويصورلك ورق ويقف معاكي ويخلي ويشجعك ويقولك ذاكري ولا وعايزين نوصل ونتجوز وبيتنا بعد كده هنسافر. رسم معاكي احلام كتير قوي. عاوزه اقولك ان كلهم في البدايه بيبقوا كده. مين كلهم؟ مش عايزين نعمم، كل الذئاب البشريه اللي ممكن تعمل حاجه زي كده في بنت. ان بني ادم ده ما ينفعش نقول عليه غير ان هو ذئب بشري مش بني ادم. بس في النهايه ايه، هو غلطان وانت كمان غلطانه، انت مش ملاك، انت زيك زيه بالظبط، هو زيك برضه. انا عاوزه اقول بالنسبه للانتحار، لو انت عايزه تعالجي المشكله دي مشكله اكبر منها، انت جايه بتعالجي الزنا بالقتل. عارفه يعني ايه؟ كبيره من الكبائر، يعني كبيره اكبر منها كمان. يا حبيبتي ربنا غفور رحيم. انت كده بتقفلي الباب والشباك وبتقفلي كل اي طريق يقربك من ربنا بتفكيرك في الانتحار والكلام ده. عاوزه اقولك ان في حكمه بتقول لا يرد الحرام بالحرام. من الاخر يا بسنت، الطريق يا حبيبتي مفتوح لك وربنا غفور رحيم. ولو عملتي ايه بالذي، لو عملتي ايه، لو ارتكبتي كل الذنوب وكل المعاصي واستغفرتي ربنا وتوبتي اليه، ربنا هيغفر لك ذنوبك. وده هيحصل باذن الله. توبي انت لربنا واستغفريه، ومفكريش في فكره الانتحار دي. واي مشكله اكيد ليها حل، بس حلك ده للمشكله ده مش حل، ده يعتبر جريمه اكبر كمان من اللي انت عملتيها. ده بالنسبه ليكي. بالنسبه لوالدك بقى، اتمنى رسالتنا وردنا ده يوصله. حضرتك راجل كبير ويعني شيخ بلد واحنا عارفين ان بنتك عملت حاجة مستاهلة، حاجة كبيرة، وعارفين الحاجة اللي بنتك عملتها دي بعد ما يهتز لها عرش الرحمن هيهتز لها عرشك انت كمان، وحياتك وسمعتك وسمعة بنتك ومراتك. بس انت غلطان، يعني من كلام بنتك اللي هي قالته لنا انك ما اديتهاش الحنان، ما خدتهاش في حضنك، كنت بعيد عنهم مشغول في شغلك بس. في مقولة بتقول: إذا عطشت عاطفة الأمومة والأبوة عند الأبناء أو الأولاد، لجأوا إلى الماء دون النظر إلى مصدره.
يعني انت يا عمدة تاخد بناتك في حضنك وتحسسهم دايما ان هما مش لوحدهم، تحسسهم دايما ان في حب وفي حنان في البيت، وخصوصا ان عندك يعني بنتين مش غيرهم. يعني حضرتك مع احترامي ليك وانا مقدرة الظروف وكل حاجة، يعني دلوقتي بتحل مشاكل كتير ومشاكل البلد كلها. طب بالنسبة لبناتك، بالنسبة لبنتك، بالنسبة لبناتك التربية مش سهلة. يعني كان لازم تاخد بالك من بناتك وتخلي مامتهم تاخد بالها منهم وتكلمهم وتبقى تصاحبهم وتبقى قريبة منهم. كان لازم تبقى عارف ان البنات بيحتاجوا حنان، بيحتاجوا حب، سواء من راجل سواء بقى ابوهم اخوهم، عشان ما تروحش بره وتشوف الحب ده وتدور عليه. انا مش بوجه النصيحة ديت لحد معين ولا بوجه لك النصيحة دي لوحدك، لا بالعكس، انا بقول الكلام ده لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. كل الاباء وكل الامهات لازم تاخدوا بالكم من بناتكم وولادكم، هما محتاجينكم في فترات مهمة جدا في حياتهم، وخصوصا يعني مرحلة المراهقة، من اول مرحلة المراهقة كده لحد ما يكبروا ويبقوا شباب ويدخلوا الجامعة. محتاجين رعاية منكم، محتاجين انكم تضموهم وتحضنوهم وتحسوهم دايما ان هم لا، ان هم مش لوحدهم، لا في حب في البيت. بدل ما يروحوا يدوروا بره على الحب ويشوفوا اي واحد مجرد ان هو يقول لهم كلمة حلوة ولا يهتم بيهم شوية، لا يحبوهم ولا يجروا وراه ولا يكلموا بعض في التليفون، وهي دي بتكون البداية، والنهاية بتبقى مش حلوة ابدا ولا ترضيك ولا ترضي اي حد. انا مش عايزة ابقى قاسية معاك في الكلام، بس انا مقدرة يعني العوايد بتاعة الصعيد والتقاليد اللي عندهم، وانك تغسل العار والكلام ده كله. بس انت دلوقتي هتعمل زي اللي بنتك بتعمله بالظبط، اللي هو لا يرد الحرام بالحرام. يعني انا بنصح دلوقتي انك تسيبهم يتجوزوا عادي وشهر بقى شهرين ايا كان، يعني يمكن الولد يغير رأيه يعيش معاه اكتر يعني يمكن الولد يغير رأيه ويعيشوا مع بعض ويبقوا سعداء والمواضيع تتغير خالص. سيب بنتك تتجوز الولد ده وان شاء الله ربنا هيكرمهم ويسعدهم. يعني اللي عرفته او اللي قالته بنتك ان هي ما شاء الله يعني هتعين معيدة، يعني مستقبلها حلو، وانت كمان اكيد هتبقى فرصة حلوة للولد ده اللي هو احمد. فبس فبنتك بالنسبة له عروسة، عروسة لقطة مش اي حد يعني. يعني انا عايزاك، يعني نصيحتي ليك بصراحة انك تبقى شديد اكتر من كده مع والده، وتكلموا وتعرفوا يعني ان هما الاتنين غلطوا نفس الغلط، مش بنتك بس هي. واشرط على والده ان ابنه وبنتك هيعيشوا مع بعض سنة مش شهر واحد، ولو قالك لأ لأ هدده بقى ساعتها بالقتل والكلام اللي انت عايز تعمله ده، يعني مجرد تهديد عشان تخوفه مش اكتر. وخلال السنة دي سيب بنتك براحتها، سواء بقى يعني قررت ان هي تعيش مع جوزها ده او عايزة تنفصل عنه، وساعتها مش هتبقى جايب لك العار ولا الناس هتتكلم ويقول الطلاق بعد شهر ولا الكلام ده خالص. ده بالنسبة للعمدة. في حد بقى تالت منسي في الموضوع ده كله، حد مهم يعني اهم حد في كل الناس دي، اللي هي مامة بسنت. احنا عايزين نوجه ليها رسالة، انا مش عايزة ابقى برضو قاسية معاها جامد، بس حضرتك يعني بنسبة 80% السبب في المشكلة دي، او بمعنى اصح ليكوا دور كبير جدا في المشكلة دي. ليه ما احتضنتيش بنتك؟ رسالة ليكي ولكل ام بتسمعنا دلوقتي، احتضنوا بناتكم وولادكم. يعني اي ام مش عارفة تصاحب بنتها ولا تقرب منها، لا دي مشكلة كبيرة قوي، وطبيعي هتنتظري ايه؟ اكيد هتروح تصاحب حد بره. واحنا مش بنقول كده عشان نخلي البنات تستسهل، ولا لو حصل مشكلة ما بينها وبين مامتها في البيت تروح تصاحب واحد بره، ولا. فدي رسالة بنوجهها لكل ام، خدي بالك من بناتك وقربيهم منك وصاحبيهم واتكلمي معاهم وخليهم يحبوا باباهم واخواتهم وتبقوا عيلة كده يعني مترابطة. والرسالة برضو اللي عايزة اوجهها هتبقى لأحمد، احمد اللي عمل المصيبة الكبيرة دي، او اللي هو كان السبب والاساس ان هو خلى بنت بريئة زي دي تدخل في المرحلة دي وتوصل للمشكلة دي. احنا لو جبنا كل المصطلحات اللي ممكن نهجوك بيها او ممكن نلومك بيها مش هنكفينا بصراحة. يعني انت ما شاء الله متفوق ويعني اخر سنة واضح كمان انك مثقف وشاطر وخليت البنت تحبك وكنت لحوح معاها ان هي تتعلق بيك. هل انت شايف ان دي رجولة انك تتخلى عنها بعد اللي عملته ده؟ وانت اكتر واحد عارف الظروف والملابسات وان هي ازاي كانت بتقاومك وتحاول تبعد عنك بعد اللي انت بتعمله معاها ده، لحد ما كسرت الحاجز. يعني الحسن الحصين اللي ما بينك وبينها، لو انت فعلا بتحبها يعني تحافظ عليها، تاخد بالك منها
لحد ما تبقى مراتك في الحلال. يعني ليه ما تبقاش مبسوط بحاجة زي كده؟ ان لا يمكن والدها يوافق عليك بسبب ظروفك الاجتماعية. يعني الموضوع ده اللي حصل ان كان زنا وحاجة كبيرة وانتوا المفروض تتوبوا يعني، وان شاء الله ربنا هيغفر لكم ويرزقكم باولاد صالحين. انا عايزاكم بس تسفروا العداد وتبتدوا من الاول، وانتوا خلاص يعني مفيش حل غير انكم تبقوا مع بعض. ومينفعش تسيبها في وقت زي ده. خلاص هي هتبقى مراتك، ويعني كمان حاجة بسيطة. يعني انت على كلامها، يعني انت المفروض بتحبها من بقالك سنين، من انتوا في ثانوي اصلا، من انتوا اطفال. ان شاء الله بعد ما تتجوزوا، ودي مشكلة كبيرة بتحصل، الناس كتير بتقعد تلمح ويقول لها لا انت غلطتي والكلام ده. لا، انت عايز تتجوز واحدة تكون في عرضك وفي حسنك، وتعايرها بعد كده بحاجة زي كده وتقول لها انت كنتي ماشية معايا؟ لا، احنا بنصحك انك تعيش معاها سنة وتشوفوا، لو ما حصلش نصيب ما بينكوا وحبيتوا بعض خلاص سيبوا بعض. وطبعا موضوع الانتحار اللي هي بتقول عليه ده مستبعد، وان شاء الله ما يحصلش حاجة زي كده. وبرضو نفس الكلام العمدة، يعني يسيبوا من الكلام اللي هو بيقوله ده، ولا يرد الحرام بالحرام، وان هو يقتلك. وزي ما وجهنا له نصيحة، يعني ان هو يعرض على باباك انكم تتجوزوا عادي سنة، ومفيش اي مشكلة من دي هتحصل، وبإذن الله يتمنى لكم الخير. يعني في النهاية عايزة اقول لكم ان حل المشكلة انكم يعني تكملوا مع بعض وتتجوزوا وتسافروا العداد من الاول. وكل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. احنا بنوجه رسالة لكل البنات ان هي دي بداية الحرام يا حبيبتي، دي بداية العلاقات الغير مشروعة. بيبدأ جدع جدا وكويس ودايما يجيلك واخداه نشوة انه عايز يتكلم بقى مع بنت، وفي النهاية بيوصل الحال بينا لايه؟ للي احنا شفناه ده، اللي بيحصل لكل البنات، او بيحصل لبسنت او اللي زيها واقع في مشكلة زي كده. نشوفكم في حلقة جديدة من حكايات مريم.